كلية آداب كلية مهمة قوي ولازم تحطها في اعتبارك لأنها عندها بديل لكل حاجة حرفيا. لو كان نفسك تطلع مهندس وما حصلش نصيب ممكن تدخل آداب قسم جغرافيا وتتخصص مساحة أو تدخل جيوماتكس على طول. لو كان نفسك تدخل كلية إعلام ومثلا مش موجودة في المحافظة بتاعتك ممكن تدخل آداب قسم إعلام ومفيش فرق تقريبا. لو كان نفسك تدخل ألسن وما لحقتهاش ممكن تدخل آداب قسم لغات وترجمة، وهناك هتلاقي عندك انجليزي فرنساوي الماني وصيني وحاجات تانية كتير، وفي النهاية الشغل واحد. لو كان نفسك تدخل كلية آثار وطلع في خطر على حياتك ممكن تدخل آداب قسم آثار أو حتى قسم تاريخ. حقيقي هي كلية بتراضي الكل. على سبيل المثال جامعة اسكندرية فيها 19 قسم وجامعة طنطا فيها أكتر بكتير. طيب إيه المشاكل اللي ممكن تواجهها في كلية آداب؟ أول حاجة إن فيها أقسام كتير كريدت يعني مدفوعة يعني بفلوس. تاني حاجة إن بيكون فيها أقسام كتير مشروطة يعني بيكون في قبلها مثلا امتحان قدرات او انترفيو او حتى الاثنين مع بعض. ثالث حاجه ان الكليه برضو فيها طابع الادب لانها مهما كانت في الاول واخر هي اداب. رابع حاجه وهي مش مشكله هي مجرد اختلاف، ان لو انت مثلا كنت في كليه اعلام فهيتكتب في الشهاده في الاخر هيتكتب بكالوريوس اعلام، اما لو انت كنت في قسم اعلام هيتكتب في الشهاده صنص اداب قسم اعلام. انا كده حاولت اختصر على قد ما اقدر وحتى ما اتكلمش على كل الاقسام، فلو حابين اتكلم على قسم معين وشروطه وازاي تدخله قولوا لي وهعمل كده.